قلت له يا دكتور انا المفروض ان انا هتجوز خلال شهر ان شاء الله. قال لا بيع الشقه والعربيه لان انت مش هتعرف تتجوز اصلا، انت لو عطست هتتشل. تخيلوا كده يا جماعة، الفنان أمير صلاح الدين طلع مع منى الشاذلي وحكى قصة من أغرب وأخطر اللي ممكن تسمعوها في حياتكم. بيحكي وبيقول إن حياته كلها اتقلبت بالصدفة. كان بيعمل بروفات فيلم نوارة، وقع في حادثة موتوسيكل، راح يعمل إشاعة عادية كده، فجأة الدكتور بيكتشف حاجة مرعبة: ورم ضخم على المخ، ومعاه مرض نادر اسمه تمدد شرياني. والدكتور بيقولها له كده في وشه: انت لو عطست ممكن تتشل وما ينفعش تتجوز، وعلى فكرة المفروض انك ميت ومن وانت عندك 5 سنين كمان. تخيلوا كده الصدمة اللي اتقالت له دي. لا وكمان العملية اللي محتاج يعملها كانت مستحيلة تقريبا. بيقولك لازم يركب 300 كويلز جوه الشريان. لا والكويل الواحد ب 15000 دولار، يعني رقم خرافي مفيش عقل يصدقه. بس عشان ربنا كبير، قابل دكتور تاني عرفه على جراح فرنسي، والصدمة بقى ان الجراح ده لما شاف حالته النادرة ساب فرنسا وجه مخصوص عشان يعمل له العملية بنفسه هنا. والنتيجة كانت العملية نجحت جدا، وأمير النهاردة بيحكي القصة بابتسامة ويقول الحمد لله اللي اداله عمر جديد وخلى المعجزة دي تحصل قدام عينه.